قد ايه شغل الهاند ميد ده جميل بجد، بالذات التعامل مع الخيوط زي الكروشيه والمكرمية. النهاردة انا قررت اعمل شنطة من الخيط الكليم الجميل ده. طبعا كروشيه. بس بجد لازم تقولولي رأيكم فيها لان انا تعبت فيها جدا. اول حاجة، دي كانت البداية، ان انا ابتديت بعقدة السلسلة. عملت سلسلة على قد مقاس الشنطة وعلى قد مقاس قاعدة الشنطة، والإبرة اللي انا مستخدماها إبرة مقاس رقم 8. كده انا بكمل السلسلة. بصوا بقى المفاجأة، طلعت دي النتيجة. بصوا كل عقدة والتانية او كل غرزة والتانية، وبصوا القاعدة بتاعتها جميلة ازاي. الشنطة بجد عجبتني قوي، وانتوا كمان لازم تقولولي رأيكم فيها بصراحة. بعد كده جبت الماجنت ده، اللي هو الكليبس الماجنت عشان اقفل بيه الشنطة. وجبت الخيط ده اللي هو خيط تطريز، وجبت إبرة. هختار المقاس الواسع من فوق عشان اعرف ادخل فيها خيط التطريز لانه بيبقى تخين شوية. بعد كده طبعا لضمت الإبرة، حطيت الخيط في الإبرة. تمام. بعد كده هبتدي اخيط الماجنت في الشنطة من جوه، بس هعمل خطوة الاول هتشوفوها دلوقتي. يا ريت تدعموني بلايك وشير يا جماعة، عشان انا بتعب في الفيديوهات جدا عشان اقدمها لكم بالطريقة دي. اهو كده انا جبت الشنطة. ايه الخطوة اللي هعملها قبل ما احط الماجنت؟ هقلب الشنطة على ظهرها. انا كده بقلب الشنطة عشان اخيط من جوه، عشان الخيط من بره ما يبانش. بعد كده جبت الكليبس، هو بيبقى فيه 4 أخرام من كل زاوية. أنا بدخل الإبرة من تحت الخيط الكليم، وبطلعها من الفتحة اللي هي بتاعة الكليبس. بعملها بين العقد أو بين الغرز، بعملها بين الغرز بتاعة الشنطة عشان ما تبانش. بالظبط كده. خدوا بالكم، بصوا انا بخيطها ازاي. خلاص تمام، انا ثبتها. ممكن على فكرة تستخدموا الخيط العادي بتاع الخياطة الرفيع، بس انا حبيت الخيط ده عشان يبقى تخين شوية. اهو بصوا، هتتقفل بكل سهولة. بعد كده جبت الحلقات اللي هي سهلة الفتح دي، وهثبتها بين الفتحات بتاعة الغرز بتاعة الشنطة من الجنبين زي ما انتم شايفين كده. بعد كده جبت السلسلة دي عشان دي هتبقى يد الشنطة، وجبت الإبرة اللي هي بتاعت إبرة التنظيف دي، حطيت فيها لضمت فيها الخيط بتاع الكليم، وهدخلها في السلسلة عشان احط الخيط يبقى داخل جوه السلسلة بيدي شكل احلى. باخد كل باخد كل عقدتين من السلسلة وبدخل فيها الخيط. اهو بصوا، احنا هكمل بقى بقية السلسلة وهرجع لكم. دلوقتي انا خلاص خلصت السلسلة. هفتح الحلقة اللي هي سهلة الفتح، وهدخل فيها السلسلة من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال. بصوا بقى شكلها جميل ازاي. في بقى الشراشيب دي انا عملتها وعلقتها في الجنش ده، وهجيب الجنش وهعلقه في الحلقة برضو اللي هي سهلة الفتح بمنتهى السهولة. عايزة اقولكوا ان ده شغل يومين، وبيبان لكم في الفيديو ان هو 4 دقايق. فلازم بجد تدعموني وتقولولي، اهم حاجة تقولولي رأيكم في الكومنتات. بصوا ما شاء الله طالعة جميلة قوي، تنفع سواريه وتنفع في الخروجات العادية، وواسعة وجميلة وبتشيل.